يا اهلاويه يا اخواتي، ده التشكيل بتاع مباراه النهارده. بس التشكيل ده من وجهه نظري في مشكلتين ظهروا بالتشكيل ده. اولا ان محمد علي بن رمضان المحترف اللي شايل مكان محترف في القايمه ما زال صلب، مش مقتنع ومش مقتنع انه يشيل خط الوسط، ودي مشكله. ما ينفعش، وانا قلت ما ينفعش تجيب محترف وتحط في القايمه محترف وتديله فلوس بالدولار وفي الاخر ما يكونش موجود في التشكيل الاساسي في مباراه زي دي. كمان التشكيل ده بيقول ان هو عايز يلاعب زيزو مكان امام، وزيزو ما بينجحش مكان امام، مش ده المكان المفضل. وفكره انك تلاعب طاهر لو ما بياخدش مباراه واثنين وثلاثه واربعه ما بيجيبش مستواه، واحنا شايفين لما بينزل اخر ربع ساعه تشكيل شكله عامل ازاي، تركيزه عامل ازاي. مروان عثمان ياخد، وانا حاسس ان ايه شوبير هيشيل الضغط مع الفريق من ورا ويقدر يطلع بالكوره، لكن يانج اكثر قبل المباراه هتلاقي فريق مش سهل، فريق ضغط علينا في الاول صحيح، ولولا هدف تريزيجيه اللي فتح المباراه مش سهله. كنت اتمنى اني ما اتفرجش على التشكيل ده، حتى لو الاهلي كسب مش ده التشكيل اللي انا من وجهه نظري انه يقدر ينجح. انا كنت شايف ان زيزو يفضل زي ما هو في اليمين، وكان لازم محمد علي بن رمضان عشان الاهلي ياخد قرار كلها 3 اشهر.